المواطن يريد من المرشح الكثير، ويريد او احنا كلنا يعني بنتمنى ان يكون في عيشة كريمة للمواطن. والمرشح لازم يسمع المواطن ويشوف همومه فين وايه مشاكله، علشان خاطر يقدر يرفعها، او يقدر يرفعها للقيادة العليا، او يرفعها للمجالس، يرفعها للهيئات، علشان يبقى فيها ليها حلول. والحلول دي ما بتعودش على مواطن واحد، ده بتعود على كذا واحد. ممكن واحد يشتكي، ولكن الشكوى بتلاقي الناس يعني واحد بيشتكي لكن بيعاني منها آلاف، نفس الشكوى هي. فانت لازم تسمعي وتحللي ايه الشكوى وعواقبها ايه، ومين اللي بيعاني منها وحلولها ايه. المهندس فيصل مش من دلوقتي، من قديم الازل، عن ابوه وعن جده، وراثه الكرم، حسن الاستقبال، هو دايما في المقدمه. واختيار موفق للبشمهندس فيصل على حزب حماة وطن في دايره الصف، وان شاء الله احنا بنسنده وفي كتفه، مش في ظهره، في كتفه ان شاء الله. لما نسمع نتيجه المقعد للاستاذ فيصل او باشمهندس فيصل ابو عريضه ان شاء الله. ان شاء الله كلنا موجودين دعم المهندس فيصل، لانه هو يعني مش ابن القبائل وابن عمنا، لا ده شيء يعني محسوب للمصريين كلهم، ترابط القرابه يعني، وترابط القرابه ويعني والاهل، وكلنا مع المهندس فيصل، لانه هو يعني ما بتاخرش عن حد. المهندس فيصل يعني راجل يستحق المنصب، لانه هو اخر النهار يعني راجل واقف معانا ومع بني العمومه كلها. يعني ان شاء الله الحاج فيصل هيكون عند حسن ظن القيادات السياسيه لهذا الاختيار، ممثل في حزب حماة الوطن، لأن الحاج فيصل راجل خدوم بتاريخه العريق. الحاج فيصل كان رئيس المجلس المحلي الشعبي لمدة 11 عاما، 11 سنة عمل فيهم، كان مكرس جهده كله. بقول له بكل التوفيق إن شاء الله وبالنجاح بإذن الله لدائرة الصف ولأبناء الصف وللشباب والكبير والصغير بالصف، إنه هو رجل أدى كتير قبل ما يدخل على المنصب أساسا، وقبل ليه أداء وليها أرضية في مركز الصف مع كل الفئات، مع جميع الفئات اللي في الصف، ليه عليهم دور كبير، يعني خدمة من غير ما كان موجود في الساحة. هو حضور مشرف من الجميع لتأييد النائب المنتظر إن شاء الله الحاج فيصل أبو عريضة، وهو رجل العطاء ورجل الخير. الجميع في مركز الصف خاصة في محافظة الجيزة وجمهورية مصر العربية عامة تعرف يعني ايه البشمهندس فيصل أبو عريضة. الحاج فيصل أبو عريضة يستاهل كل خير، وهو رجل العطاء والخير، ورجل خير من يمثل دائرة الصف إن شاء الله. والله هو ده محبة الناس، وإذا محبة الناس دي محدش يقدر يسيطر عليها. سبحان الله، دي محبة الناس ظهرت للناس. وأنا أحب أشكر الحزب، وكان ليه دور كبير وخدمات كبيرة للناس، وإحنا بنشكر البشمهندس فيصل. وانتوا شفتوا بعيونكم وعيون الحاضرين كيف الناس عددها، وهي دي حاجة إذا تدل على أفعال الطيبة. كل بني آدم تقعد لأفعاله، ما حد يقدر يشتري الغلاوة. الناس تقدر تشتري أي حاجة، بس الغلاوة كلكم شفت الاجتماعات ما حصلنا عدد زي اجتماعنا. يا رب يوفقه وندعي له بالتوفيق، لأنه أصلا بيوته مفتوحة قبل أي حاجة تخص السياسة. مؤتمر اليوم برعاية حزب حماة الوطن برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران الأسبق، والذي تولى إدارة أكثر القطاعات حساسية واستراتيجية، وهو رمزا للانضباط والعطاء والفطنة والقدرة والحكمة والحنكة السياسية. طبعا ما شهدته الصف اليوم من حشد ضخم لم يكن مفاجئا على الإطلاق، بل تتويجا لسنوات من العطاء والخدمة المخلصة لأهل الدائرة، دائرة الصف، من المرشح والمهندس فيصل إبراهيم أبو عريضة.